بإذن الله النهاردة هنخش في جزء جديد في مادة محاسبة البنوك والمنشآت. زي ما انت عارف في أول فيديو اتكلمنا عن البنوك، اتكلمنا عن أهداف البنوك، أعمال البنوك وأنواعها، اتكلمنا عن حاجات كتيرة عن البنوك. لو انت لسه أول مرة تتفرج عليا يا ريت أول حاجة تشترك في القناة وتحط لايك، ولو انت عايز تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت فارجع لها هتلاقيها في الديسكريبشن. تاني فيديو اتكلمنا عن عمليات او حسابات البنوك، واتكلمنا عن دليل حسابات البنك وازاي ان انت اصلا بتسجل اي عمليه بتيجي في البنك. النهارده بقى هنخش في جزء جديد في محاسبه البنوك وهنتكلم عن الودائع. كلنا عارفين ان اعمال البنك او عمليات البنك هي ودائع، تقبل الودائع وتسهيلات ان هي بتدي قروض للناس واستثمارات. فالنهارده باذن الله هنخش وهنتكلم عن الودائع، ولكن يا صاحبي ما تنساش اللايك الجميل والشير والاشتراك في القناه، ويلا بينا ندخل على الفيديو. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير؟ انا ابراهيم دوما وانت منورني. يلا بينا بقى نتكلم عن الودائع. زي ما انت عارف قلنا ان البنك ده هو اي شركة او فرع معاه ترخيص بمزاولة اعمال البنوك، ونوع من انواع اعمال البنوك وهي الودائع. احنا موضوعنا النهاردة وهو عن الودائع. حلو، يعني ايه اصلا وديعة؟ قال لك الودائع اول حاجة يعني ايه الودائع؟ قال لك الودائع وهي عبارة عن عملة، فلوس، عملة، سواء عملة محلية أو أجنبية يقوم العملاء بإيداعها في البنك. يعني الوديعة ديت هي عبارة عن فلوس، سواء الفلوس دي بالجنيه المصري أو بالدولار، يقوم العملاء اللي هو أنا وأنت لما يكون معانا فلوس سواء بالعملة المحلية اللي هي بالجنيه أو بالعملة الأجنبية اللي هي بالدولار، ويقوم العملاء بإيداعها في البنك. ماشي، ولا يتم استردادها. يعني احنا ما نقدرش ناخد الوديعة ديت ولا يتم استردادها إلا في تاريخ معين أو محدد، إلا في تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه، يتم الاتفاق عليه عند ايداعها. حلو، من الاخر كده يا صاحبي انا عايز افهمك الجزء الاول ده. بيقول لك انت معاك شويه فلوس، سواء مثلا ربنا كرمك كده بعت ارض عندك ورثك ولا حاجه يا صاحبي، لقيت الارض دي بمليون جنيه. ماشي حلو، المليون جنيه دول انت خايف لايه؟ للفلوس ديت معاك كده كده اصلا مش عايز تستثمر او مش عايز تفتح مشروع، تقول بدل ما انا حاطط الفلوس في البيت طب ما احطها في البنك وتجيب لي فوائد. ماشي حلو، يبقى انت معاك فلوس، رحت للبنك قلت له انا عايز احط وديعه. البنك قال لك الوديعه ديت على فكره مش هتقدر تاخدها الا بعد سنه. يعني لو انت حطيتها في 1/1/2024 هتاخدها في 1/1/2025. يبقى الودائع هي هي عملة محلية أو أجنبية يقوم العملاء بإيداعها في البنك ولا يتم استردادها إلا في تاريخ محدد ويتم الاتفاق عليه عند الإيداع. تمام، وعند الحصول عليها يتم إيه بقى؟ يتم إضافة الفوائد إليها أو إيه؟ أو على فترات محددة. بمعنى إن الوديعة اللي أنت بتحطها ديت في البنك أنت ممكن تاخد الفوائد لما الوديعة تخلص. يعني لو أنت اديت للبنك مليون جنيه، أنت عارف النهاردة برضو معلومة كده على البسيط، الودائع النهاردة في أي بنك الوديعة بتاخد 27%. وهنتكلم يعني ايه انواع الودائع كلها وافهمك كل حاجه بالتفصيل. بس اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي الوديعه ديت هي عباره عن انت معاك فلوس سواء بالعمله المحليه او بالاجنبيه، هتروح تديها للبنك، البنك هيقول لك
الوديعه مش هتقدر تاخدها الا بعد المده اللي احنا هنتفق عليها، سنه سنتين ثلاثه، ماشي، مش هتقدر تاخد اي فلوس منها. حلو. ولكن لما تيجي تاخدها عندك حالتين اتنين، لا اما تاخد الفايده في النهايه عند نهايه الوديعه، او على فترات كل 3 شهور تروح تقول للبنك انا عايز الفوائد بتاعتي. حلو. يبقى مثلا نحط مليون جنيه، الفايده اللي انت هتاخدها 27%، يعني من الاخر كده هيبقى 270 الف جنيه. عندك حلين، لا اما كل شهر تاخد نسبه، او تاخد، يعني مثلا انت حاططها في 1/1 عام 2024، يوم 1/1 عام 2025 هتروح تقول للبنك لو سمحت انا عايز الوديعه بتاعتي كامله، هتقوم واخد 1,270,000. هي ديت الودائع. طب ايه انواع الودائع؟ قال لك عندنا 5 نوع من الودائع يا صاحبي. قال لك عندنا كام نوع؟ 5. بس انا عايزك هنعرف كل واحده، عشان بص انا قلت لك الماده ديت هي ممكن تكون رخمه شويه، ولكن مهمه جدا جدا يا صاحبي، عشان لما ربنا يكرمك وتتخرج من الكليه ديت، لو انت رحت تشتغل في البنك، و70% من الناس اللي بتتخرج من كليه تجاره بتكون عايزه تشتغل في البنك، فبتروح تقدم او بتعمل انترفيو، فبالتالي لازم يكون عندك المعلومات ديت. يبقى الودائع هي اي عملة محلية او اجنبية يقوم العملاء بايداعها في البنك ولا يتم استردادها الا في تاريخ محدد بيتم الاتفاق عليه عند الايداع. حلو. ويتم الحصول على فوائد بصفة دورية، يعني كل شهر، او عند استردادها. كويس جدا. عندنا كم نوع من الودائع؟ هم 5. بص مش عايزك تحفظ. ودائع تحت طلب، يعني باسمها وديعة تحت الطلب، يعني انت ممكن تاخدها في اي وقت، اي وقت تطلب الفلوس تاخدها. يبقى الوديعة تحت الطلب، وهي الودائع، هي الودائع الايه اللي عندها قدرة، تمتلك قدرة على السحب في اي وقت. من الاخر كده انا مش عايزك تحفظ خالص، عشان مفيش حفظ، فهم. وديعه تحت الطلب هي الوديعه اللي انا اقدر ممكن اخدها في اي وقت، في اي وقت اسحبها. انت عارف زي ايه؟ زي الفيزا من بتاعتك كده، صح؟ مش فيها حساب جاري؟ معانا حساب جاري، في اي وقت انت ممكن تروح تسحب 1000 2000 3. تمام. يبقى الوديعه تحت الطلب هي الوديعه اللي انت ممكن تسحبها في اي وقت. تاني نوع من انواع الودائع وهي ودائع لاجل. من اسمها لاجل، لاجل يعني هتاخدها بعد وقت، اللي هي ديت اللي انا بقول لك عليها. يعني بتاخدها مثلا، بتروح البنك تقول له لو سمحت انا عايز اعمل وديعه لاجل، هاخدها بعد سنه، لا تستطيع السحب الا بعد انتهاء المده. اهو بعد سنه تقدر تسحب منها، ماشي. تالت نوع عندنا، ركز معايا في الحته دي، وهي ودائع باخطار. بمعنى ودائع بعد الطلب انت في اي وقت تسحب فلوس. ودائع لاجل انت هتسحب الفلوس بعد انتهاء المده، يعني لو رحت للبنك في نص السنه تقول له انا عايز فلوس، هيقول لك ما اقدرش، انت عامل وديعه او عندي وديعه لاجل، ما اقدرش اديك الفلوس دلوقتي. طب ودائع باخطار قال لك ان انت تقدر تسحب فلوسك في اي وقت، ولكن لازم تبلغ البنك قبلها بفتره. يبقى تستطيع ودائع باخطار، تستطيع سحب مثلا المبلغ الإيداع في أي وقت، ولكن يجب إبلاغ البنك قبلها بمدة. يعني لو أنت حاطط مليون جنيه وعايز تسحب 500,000 مثلا، تخيل معايا عايز تسحب 500,000، أنت حاططها يوم 1/1 عام 2023، عايز تسحب 500,000 في شهر 6، لا البنك يقول لك أنت تقول لي في شهر 5 وادهم لك في 6، تبلغني قبلهم بمده عشان ما تجهز لك الفلوس. دي اسمها ودائع باخطار. مش حلو. رابع نوع عندنا وهي ودائع توفير. من اسمها هي وديعه انت بتحطها عشان توفر فلوسك، ودي برضك عاديه. وفي برضك نوع عندنا وهي ودائع شهادات، اللي هي كلنا عارفينها، اللي هي الشهادات اللي انت ما تقدرش تسحبها، والشهاده دي قد تكون سنه،
او 2 او 3. ودي برضو كنت الوديعه دي ما تقدرش تسحبها من بنك، وبيكون على فكره يا شباب وديعه الشهادات دي احنا سمعنا عنها في الفتره اللي فاتت، وهي اما يقول لك معدل الفايده بتاعت الشهادات 23% 24%، كل الناس سحبت الفلوس وراحت حطيتها في البنك، والنهارده الشهادات دي زي ما انا قلت لك وصلت ل 27%. عارف ليه بيعمل كده؟ معلومه على البسيط كده، هو الفكره كلها ان هو لما الناس تكون معاها فلوس بالتالي هو يعني الاستهلاك، الناس هتستهلك كتير ويحصل تضخم، وعايز تلم الفلوس اللي في السوق عشان الاستهلاك يكون بسيط. فبالتالي يا شباب لما يكون الفايده في البنك اعلى، الودائع الشهادات دي عاليه، فالناس تفضل ودائع الشهادات عن ودائع الطلب، ودائع لاجل والكلام ده كله. احنا دلوقتي اهم حاجه عندنا بالنسبه لنا نعرف الوديعه هي الفلوس اللي احنا بنحطها في البنك وناخدها بعد انتهاء التاريخ المحدد اللي انا والبنك طبعا بنتفق عليه، ماشي. والفايده لا اما اخدها كل 3 شهور مثلا او كل 6 شهور حسب الاتفاق ما بيننا، او اخدها عند انتهاء الوديعه. وعندنا 5 انواع من الودائع: ودائع تحت الطلب، وهي الوديعه اللي انا باخدها في اي وقت براحتك، لو انت حطيتها النهارده عايز تاخدها بكره اسحب يا باشا براحتك. ودائع الاجل هي الوديعه اللي انت بتاخدها بعد انتهاء المده، ماشي. ودائع باختار هي وديعه ممكن تاخدها من البنك، ولكن يا صديقي هتاخدها من البنك بس تبلغه قبلها، يجب ان تبلغ البنك قبلها فتره. ودائع توفير، وهي دي برضو الوديعه اللي بتكون فائدتها عاليه وبتحطها في البنك عشان توفر فلوسك. ودائع الشهادات وهي ان انت بتاخد من البنك شهاده ان انت ليك فلوس عنده، وهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. ولكن ودائع الشهادات بتكون فائدتها اعلى، ودي اللي احنا ناس كتيره جدا سمعت عنها الفتره اللي فاتت. هنبدا بقى نتكلم عن عملي الودائع. حالا بقى هنتكلم عن عمليات الودائع، ازاي ان احنا بنسجل الودائع او ايه الاجراءات اللي احنا بنتخذها في الودائع. قال لك عمليات الودائع كالتالي. بص، عمليات الودائع اي وديعه في الدنيا بتيجي بنعمل لها بعض الحاجات. اول حاجه اثبات الودائع او اضافه الودائع، يبقى اثبات الودائع. الوديعه اللي انت بتثبتها، اي فلوس بتجيلك بتثبتها، اثبات الودائع. حلو، يبقى في قسم بيعمل في البنك اسمه اثبات الودائع، بيثبت الودائع. وفي رد الودائع، لما تدفع تدي الفلوس للعملاء يبقى رد الودائع. ثالث حاجة عندنا تجديد الودائع، لو هو مش عايز يردها نجددها له، تجديد الودائع. حلو. واخر حاجة عندنا وهي اثبات الفوائد اللي بياخدها اصحاب الودائع. يبقى عمليات الودائع وهي عبارة عن 4 حاجات: اثبات الوديعة، رد الوديعة، تجديد الوديعة، اثبات الفوائد. بص بقى، حالا هندي تمارين على عمليات الودائع ديت، بس الفكرة كلها كنت عايز اعرفك ايه هي عمليات الودائع. اول حاجة، اول ما الوديعة تجيلك انت بتثبتها في البنك. طب بعد ما تثبتها، بعد ما المدة تخلص، سوري، ايه اللي يحصل؟ حاجة من الاتنين: لا اما ترد الوديعة لصاحبها، يعني العميل ياخد الفلوس بتاعته بالفوائد، او تجدد له الوديعة. ولو انت جددت الوديعة ما بتثبتهاش تاني، لا انت بتثبت الفوائد بس. وهنشوف حالا الكلام ده على هيئة تمارين. اول حاجة بيقول لك اودع احد العملاء، اودع عملاء 100,000 جنيه في حسابات ودائع الأجل. كويس جدا. يعني بيقول لك في عميل من العملاء حط فلوس 100,000 جنيه في ودائع لأجل، بالإضافة إلى 40,000 جنيه في حساب ودائع باختار. يعني العميل اللي جه واحد معاه 140,000 جنيه، قال لك أنا عايز أحط 100,000 جنيه ودائع بأجل و40,000 جنيه ودائع باختار. وقلنا إيه الفرق ما بين الودائع بأجل والودائع باختار؟ هفكرك تاني يا صديقي، بس ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات. بص، الودائع بالاجل هي دي الوديعه اللي انت ما تقدرش تسحبها الا بعد انتهاء الفتره. يعني صاحبك ده لو حط الوديعتين دول في 1/1 عام 2024، ما يقدرش يسحبها. مثلا لو مدتها سنه ما يقدرش يسحب وديعه باجل 1/1 عام 2025، قبل كده ما يسحبهاش. طب الودائع باختار ديت قال لك انت تقدر تسحب الوديعه في اي وقت خلال السنه، ولكن لازم تبلغ البنك قبلها بمده، ماشي. بص بقى هنثبت ازاي العمليه ديت. بص، استنى يا ابراهيم والنبي، انت قايل لي
الودائع تعتبر بالنسبة للبنك ايه؟ اصل. غلط. الوديعة بالنسبة للبنك وهي التزام. مش انا قلت لك يا صديقي البنك اصوله ايه او التزاماته ايه؟ احنا اتكلمنا في الكلام ده في اول محاضرة لو انت فاكر. قلنا ان البنك وهو عبارة عن التزاماته ودائع وقروض وحقوق ملكية. الودائع وهي الفلوس اللي جاية للبنك، التزام على البنك ان هو يديها تاني للعملاء. وقلنا هنا سؤال انترفيو، قلنا ان 80 الى 90% من رأس مال البنك او من فلوس البنك وهي تمثل في الودائع. حلو. والقروض اللي هو بياخدها من البنوك اللي هي الكبيرة زي البنك المركزي والبنوك الدولية وكده. وقلنا حقوق الملكية وهي عبارة عن رأس مال اصحاب البنك. ده كانت معلومة كده على السريع من الفيديو الأول. يبقى الوديعة بالنسبة للبنك وهي التزام إن البنك يسددها تاني للعميل، يبقى الودائع. طب حلو، واحد معاه فلوس ادى فلوس للبنك، ايه اللي يحصل للبنك؟ هتقول لي يا ابراهيم في فلوس دخلت للبنك يبقى النقديه بتاعت البنك هتزيد عشان في فلوس دخلت للبنك. العميل ادى للبنك 140 الف جنيه، فبالتالي هنقول من حساب النقديه اداله 100,000 جنيه ودائع بأجل و40,000 جنيه ودائع باختار، يعني اداله 140,000. 140,000 حلو. إلى حساب ودائع لأجل ب100,000 وإلى حساب ودائع باختار 40,000 جنيه. يبقى حالا ايه اللي حصل؟ حالا في واحد معاه فلوس، ربنا كرمه مبلغ محترم كده، صاحبي معاه فلوس، راح للبنك قال له انا هديك 140,000 جنيه. فايه اللي يحصل للبنك؟ فلوس البنك هتزيد، يبقى بالتالي النقديه هتبقى في الطرف المدين عشان انت عارف النقديه اصل، ولما تزيد نحطها في الطرف المدين زي ما هي. حلو. والودائع لأجل هي التزام على البنك، هنا البنك هيبقى الالتزامات عليها تزيد، يبقى الودائع بالأجل بالنسبة للبنك زي الحساب الجاري الدائن. افتكر معايا كده من المحاضرة اللي فاتت قلنا الحساب الجاري الدائن هو التزام على البنك ان هو يسدد الفلوس تاني للعملاء. حلو. وطبعا الودائع بيختار نفس الودائع بالأجل، ولكن زي ما انا فهمتك حالا المفهوم بس بتاعه بيتغير. ده أول عملية عندنا. حلو. بص بقى معايا، ركز معايا في الجزء اللي جاي ده. بيقول لك تلقى قسم الودائع. قسم الودائع عندنا في البنك تلقى طلبات ودائع لأجل من عملاء البنك بمبلغ 60,000 جنيه خصما من حسابات الجري. يعني ايه؟ ربنا كرمك كده يا صاحبي، اتخرجت من الكلية، اشتغلت في البنك، اشتغلت في قسم الودائع. جه طلب من، بيقول ركز بقى معايا، تلقى قسم الودائع. قسم الودائع تلقى طلبات، جاله طلب ودائع لأجل بمبلغ من العملاء، من عملاء، يعني جاله طلب من عميل عنده في البنك من العملاء بالبنك بمبلغ 60,000 جنيه. في عميل في البنك، في عميل عنده فلوس في البنك قال له أنا عايز أعمل ودائع لأجل ب60,000 جنيه خصما من الحسابات الجارية. حلو. إيه اللي هيحصل هنا للبنك؟ انت بتقول لي يا ابراهيم في عميل في البنك معاه فلوس، هيعمل او هيحط الفلوس من الحساب الجاري بتاعه للبنك، او سوري للوديعة. بمعنى هو مين اللي في البنك يقدر يدفع فلوس او يقدر يشتري وديعة؟ الحساب الجاري الدائن ولا الحساب الجاري المدين؟ ازاي يا ابراهيم السؤال ده يعني تافه جدا يا صاحبي. بص افهمك. مين اللي معاه فلوس؟ هتقول لي يا ابراهيم اللي معاه فلوس وهو الحساب الجاري الدائن. يبقى من غير ما يقول لك، ما قالكش هنا دائن ولا مدين عشان يلخبطك، فانت لازم تكون عارف اي العميل اللي معاه فلوس في البنك وهو الحساب الجاري الدائن. طب حلو، انت حولت فلوس، انت عارف ان الحساب الجاري الدائن بطبيعته دائن. لما تحول فلوس من الحساب الجاري الدائن للوديعة ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي يا ابراهيم ده انا الحساب الجاري بتاعي هيقل، فلوسي هتقل، الحساب الجاري هيقل. ولما الحساب الجاري الدائن هيقل بنحطه فين؟ في المدين. يبقى كده يبقى من حساب الحسابات الجارية الدائنة الى ايه؟ قلنا بقى يا ابراهيم انت لسه قايل لي فوق بقى، هتبقى الى ايه؟ الى الودائع لاجل، عشان انت هتعمل وديعة
هتنشئ وديعه في البنك، فالبنك هيبقى التزام عليه ان هو يرد لك الوديعه ديت بعد فتره، يبقى الى الودائع لاجل. حلو. بكام يا صاحبي؟ هتبقى طبعا ب60,000. يبقى كل الفكره اللي حصلت ان في عميل في البنك حول 60,000 جنيه من حساب الجاري له الى وديعه. كويس. هتقول لي ليه يا ابراهيم؟ طب ما هو كده معاه فلوسه في البنك. الفايده يا صاحبي، عايز فايده اعلى، عشان انت عارف ان الودائع بتكون فلوسها اعلى من الحسابات الجاريه. عشان من الحساب الجاري مثلا النهارده بياخد دي فعلا فايده حقيقيه، النهارده الفايده 12% مثلا على الحسابات الجاريه. لا، الودائع فايدتها 27%. هيقول لك طب احول جزء من فلوسي لوديعه، بس عيبها ان انت ما تقدرش تاخد الفلوس الا بعد انتهاء المده. تالت عمليه عندنا بيقول لك اعد البنك. البنك بيعمل، انت طبعا عارف بقى، كل فتره البنك لازم يثبت فوائد. اعد البنك كشف الفوائد المستحقه عن ودائع لاجل عن شهر يناير. كل فتره البنك بيثبت الفوائد بمبلغ كام؟ 2000 جنيه ولا 20,000. يبقى حالا يا شباب كل فترة البنك لازم يثبت الفوائد اللي عليه. قد بقى بيكون عامل ازاي؟ انت قلت لي يا ابراهيم البنك بقى عليه فوائد مدينة، يبقى نحط الفوائد المدينة في الطرف المدين. يبقى الفوائد المدينة بكام؟ ب20,000 جنيه. حلو. الحساب ايه؟ الحساب الفوائد المستحقة بكام؟ ب20,000. ليه قلنا الفوائد المستحقة؟ عشان البنك لازم يدفع فلوس، فبالتالي الفوائد المستحقة وهي التزام على البنك ان هو يدفعه للعملاء. ما هو بيقول لك أعد البنك كشف الفوائد المستحقة. كل شهر البنك بيثبت الفوائد، بس البنك لما بيجي يثبت الفوائد بيقول من حساب الفوائد المدينة الفلوس اللي العملاء المفروض ياخدوها إلى حساب الفوائد المستحقة، عشان دي التزامات البنك بيراكم التزامات عليه، عشان في آخر السنة يقوم مسدد كل الفوائد ديت. حلو. بيقول لك استحق ودائع لأجل قيمتها 120,000 جنيه. في وديعة في البنك، في عميل المفروض ياخدها ب 120,000 جنيه، تم صرفها نقدا، يعني البنك دفعها للعميل نقدا للعملاء البنك، بالإضافة إلى الفوائد قيمتها كام؟ 12,000. ماشي. يبقى في وديعة في البنك، البنك المفروض يسددها للعميل، بس هيسددها للعميل ايه؟ نقدا على طول، من غير ما تفهم ولا تفكر ولا اي حاجة. البنك هيدفع فلوس نقدية، يبقى النقدية هتيجي في الطرف الدائن، عشان النقدية هتقل، يبقى حساب النقدية هتقل بكام؟ هتقل ب 100 بكام؟ ب 120,000، ولكن في فوائد برضو، يعني هتقل ب 132,000. ماشي. يبقى الطرف المدين هيبقى من حساب ومن حساب. من حساب ايه؟ البنك يا ابراهيم هيدفع الوديعة اللي عليه، الوديعة اللي العميل كان حاططها. الوديعة بطبيعتها دائنة، ولما تقل لما العميل يسحبها يبقى الوديعة دي هتقل، هتتحول من الطرف المدين للطرف الدائن. يبقى من حساب ودائع لأجل بكام؟ ب120,000. حلو. البنك طول السنة كان بيسجل الفوائد، ولكن زي ما انا قلت لك حالا كان بيقول من حساب الفوائد المدينة للفوائد المستحقة، يعني الفوائد المستحقة دي كانت التزام على البنك. طب لما البنك يدفع الفوائد اللي عليه يبقى في الطرف المدين بنكتب ايه؟ بنكتب الفوائد المستحقة. يبقى من حساب الفوائد المستحقة. بلاش يا صاحبي تقول فوائد المدينة، هنا غلط، الفوائد المستحقة، عشان البنك كان كل شهر بيثبت الفوائد المدينة وبيقفلها. بص، ما هو هنا ايه اللي حصل؟ هنا اللي حصل البنك اثبت الفوائد المدينة، خلاص انتهى منها، وهنا قفلها بقى، وهنا بيثبت الفوائد المستحقة، بيثبت الفوائد اللي عليه. فلما صاحب الوديعة بيجي ياخد الفلوس، بياخد فلوس الوديعة اللي هو كان حاططها، وبياخد الفوائد المستحقة اللي هي متراكمة، الفوائد اللي كانت مستحقة ان البنك يدفعها كل شهر. يبقى من حساب الفوائد المستحقة بكام؟ ب 12,000 جنيه. وديت معلومة مهمة جدا حوار الفوائد ده، وهنكمل بقية التمارين. بس ما تنساش يا صاحبي اللايك الجميل، الشير لاصحابك، يا رب تكونوا بتستفادوا، وقول رأيك في التعليقات، رأيك ده بيهمني جدا. هل الشرح كويس؟
ايه اللي مش عاجبك في الفيديو عشان اطوره، وعشان باذن الله نستمر في التطور وربنا يكرمنا كلنا باذن الله يا صديقي. وكمل الفيديو للنهايه. بص بقى ركز معايا في التمرينات دي، بعض الافكار وفي افكار اتكررت قبل كده، ولكن اول تمرين ده في فكره جديده. بيقول لك استحقت ودائع لاجل قيمتها. يعني في عميل له ودائع ماشي لاجل قيمتها 60000 جنيه، وطلب اصحابها تجديدها. احنا قلنا في كام نوع من انواع العمليات للودائع؟ قلنا 4: اما اثبات الوديعه، رد الوديعه لصاحبها، تجديد الوديعه، اثبات الفوائد. هو هنا بيقول لك في وديعه لاجل قيمتها 60000 جنيه. كويس جدا ابراهيم لحد هنا. صاحبها البنك قال له اتفضل الفلوس بتاعتك، قال له لا انا مش عايزها دلوقتي، انا عايز اجدد الوديعه تاني واخد فايده ويخليها في البنك. لما تيجي بقى تجدد الوديعه، لو انت مركز معايا في الفيديو قلت لك عند تجديد الوديعه ما بتثبتهاش، اللي بتثبتها بس بتثبت الفوائد. بيقول لك استحقت ودائع لأجل قيمتها 60000 جنيه كطلب أصحاب تجديدها بعد إضافة الفوائد التي بلغت 60000 جنيه. من الآخر كده ركز معايا، صلى على النبي. في واحد معاه 60000 جنيه راح للبنك قال له بعد إذنك أنا هديك الوديعة يوم 1/1/2024. أنا عارف إن أنت زهقت من المثال ده، بس أنا بحب أفسر كل حاجة عشان تخرج من الفيديو كل النقاط وكل الأفكار بإذن الله ثابتة في دماغك طبعا. بص يا صاحبي، قال له انا هاخدها منك كام 1/1/2025. ساعة لما البنك جه ادوله الوديعة قال له لا انا مش محتاج الفلوس دي دلوقتي، انا عايز اجدد الوديعة. قال له ماشي، طب الفوائد بتاعتك دي هتاخدها؟ قال له لا مش هاخدها، ضيفها على الوديعة. يبقى حالا ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي يا ابراهيم ده صاحب الوديعة له فلوس، له فوائد مستحقة. الفوائد المستحقة لما البنك يدفعها بتبقى ايه؟ هتقول لي يا ابراهيم ده فوائد مستحقة مدينة، يعني مصروف البنك هيدفعه. يبقى كويس، يبقى من حساب الفوائد المدينة المستحقة. اهم حاجة المستحقة. لو لقيت فوائد مدينة يبقى غلط، عشان البنك قلت لك كل شهر بيثبت الفوائد، في الاخر بتبقى فوائد مدينة مستحقة. الى حساب ايه بقى؟ هتقول لي يا ابراهيم ده صاحب الوديعه له 6000 جنيه، وقال له انا هضيف ال 6000 جنيه دول على الوديعه. يبقى ايه؟ الوديعه بطبيعتها دائنه، ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد بكام؟ ب 6000 جنيه. يبقى من حساب الفوائد المدينه المستحقه ب 6000 الى حساب الودائع لاجل ب 6000. طب ليه ما اثبتش الودائع لاجل؟ كده كده الوديعه في البنك مظبوط قيدها في البنك، فمش هنثبته تاني. لو ثبته تاني يبقى 60000 جنيه دول هيبقى 60000 كمان، يبقى 120000 جنيه، يبقى غلط. انت بتثبت بس الفوائد، بتضيف الفوائد على الوديعه مش اكتر. ماشي. وطبعا قلت لك من حساب الفوائد المدينه المستحقه عشان البنك هيدفعها الى الودائع الاجل ب 6000 جنيه. كويس. بيقول لك في 31/12 اودع دي بعض العمليات في بنك الاهلي. يعني في يوم 31/12 اودع العملاء نقدا في عميل راح ادى للبنك فلوس نقديه في حسابات صندوق التوفير مبلغ 500000 جنيه. يبقى في عميل معاه فلوس راح ادى للبنك 500000، يبقى النقديه او الصندوق بتاع البنك هيزيد. يبقى من حساب النقديه ب 500000 إلى حساب إيه؟ قال لك صندوق التوفير اللي هي ودائع التوفير، إلى حساب ودائع التوفير بكام؟ ب 500000 جنيه. قيد تافه جدا. تاني قيد سحب عملاء نقدا، في عميل راح سحب فلوسه نقدا من حساب التوفير مبلغ 100000. حساب التوفير ده اللي انت دايما بتسحب منه، حسابنا يعني حساب التوفير اللي احنا بيكون بالفيزا. من حساب إلى حساب، من حساب ودائع التوفير. ما هو دلوقتي العميل هيسحب فلوس نقدا، يبقى النقدية هتقل، يبقى نحطها في الدائن. نقدية هيسحب كام؟ 100000. حلو. طب الطرف المدين، هتقول لي يا ابراهيم ودائع التوفير بطبيعتها دائن والعميل هيسحب فلوس منها، يبقى الوديعة دي هتقل، يبقى نحطها في الطرف المدين. يبقى ودائع التوفير بكام؟ ب 100000. حلو جدا. اخر قيد ده مهم وعايزك تركز معايا فيه عشان ما تتلخبطش بالله عليك. بلغت فوائد مستحقه، في فوائد مستحقه
على ودائع بالتوفير. يعني في فوائد المفروض ان البنك يسددها لودائع التوفير بقيمة 10000 جنيه تم اضافتها لحسابات الجارية له. بص، انا قلت لك ان ودائع التوفير هي ديت الودائع اللي كل شهر او انت بتسحب فينا او بيبقى ليها عائد كل شهر. قال لك ان في فوائد مستحقه ان المفروض البنك يدفعها 10000، بس هل العميل هياخدهم؟ لا، العميل مش هياخدهم. ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيضيفهم على الحساب بتاعه، على حساب التوفير. يبقى اول قيد هنعمله هنقول من حساب، اول حاجه طبعا هنثبت الفوائد. احنا بنتكلم في شهر 31/12 هنثبت فوائد الشهر، ما هو حساب صندوق التوفير بيدفع فوائد كل شهر. يبقى اول حاجه هنعملها هنثبت الفوائد بتاعه شهر 12. يبقى من حساب الفوائد المدينه الى حساب الفوائد المدينه المستحقه. اول حاجه اثبتنا فوائد الشهر ده ان البنك هيدفع بكام؟ ب 10000. حلو. تاني قيد ايه اللي هيحصل يا ابراهيم؟ ده البنك هيضيف الفوائد الى الودائع او الى صندوق حسابات الجاريه، يعني هيضيف الفوائد المستحقه الى ودائع التوفير. يبقى ودائع التوفير بطبيعتها دائن، لما نحط فيها فلوس او نحط لها فلوس يبقى هتفضل دائن. يبقى من حساب الى حساب ودائع التوفير هتبقى في الدائن، يبقى الى حساب ودائع التوفير. ومن حساب ايه ده؟ احنا ابراهيم في فوائد مدينه بس قفلنا الفوائد المدينه خلاص واثبتنا الفوائد المدينه المستحقه، يعني فوائد لازم البنك يدفعها للعميل. لما نيجي بقى نضيف الفوائد ديت في الودائع لاجل هنقول من حساب من حساب فوائد مدينه مستحقه اللي البنك لازم يدفعها الى ودائع باجل. هتقول لي يا ابراهيم ما اثبتش، انا عارف السؤال اللي يجي في دماغك، ليه يا ابراهيم ما اثبتش على طول القيد ده؟ يا صاحبي الودائع او الودائع التوفير او صندوق التوفير ده بياخد عائد كل شهر، فاحنا الشهر يوم 31/12 اول حاجه لازم نثبت الفوائد، وبعد كده نثبت الفوائد المدينه وبعد كده نقوم ضايفين الفوائد المدينه المستحقه الى ودائع باجل. ودائع التوفير مش محتاجه. امال قبل كده كان ودائع باجل. ودائع باجل هي الوديعه اللي انت بتاخدها اخر السنه، فمش بتاخد لما تيجي كانت بتترد لك او بتثبت الفوائد بتاعه الودائع باجل، كنت بتثبت الفوائد المدينه المستحقه عشان بص انا هفهمها لك. مش انا قلت لك الودائع باجل ديت الوديعه اللي انت بتاخدها اخر السنه؟ يبقى بالتالي الفوائد اللي بتكون موجودة في المثال هي الفوائد المستحقة طول السنة. أمال الودائع التوفير هي ديت الحسابات بتاعتك اللي انت بتاخد عليها عائد كل شهر، فلما يديك فوائد فيها يبقى ديت الفوائد بتاعت الشهر ده بتاعت 31/12. يبقى انت أول حاجة هتثبت فوائد الشهر اللي هي من حساب الفوائد المدينة إلى حساب فوائد المدينة المستحقة، وبعد كده تحول الفوائد المدينة المستحقة تحطها إلى ودائع التوفير. وكده ديت كانت تمرينات النهارده. لو انت في نقطه مش عارفها او سقطت منك في الفيديو يا رب تكون استفدت ومفيش حاجه وقعت منك، بس اقول لك حاجه يا صاحبي وما تنساش تعملها. اول حاجه يا ريت تشترك في القناه دعم ليا، وما تنساش اللايك الجميل عشان بيحفزنا والله يا شباب، ورايك في التعليقات عشان رايك ده مهم جدا جدا جدا. ولو انت اتفرجت من اول فيديو لحد الفيديو الثالث يا ريت برضو تقول في التعليقات عشان نشوف مدى تفاعل الناس ومين اللي بيستمر في الفيديوهات. ولو انت شايف حاجه بعملها غلط قولها عشان انا بحب التطور. شكرا يا صاحبي، ويا ريت تشير الفيديوهات دي في كل مكان، على جروبات، على صفحتك، ستوري، عشان كل الناس تعرف القناه. انا هدفي حب الخير للجميع يحب الخير ليك رب الجميع. فانت ممكن برضو تشارك ان في الخير ده ان انت تشير القناه دي في مكان واحد محتاجها، واحد مش معاه فلوس معاش يروح كورس، يعني بروح كورس وكليه ومحاضرات وبسمع اونلاين كتير برضو كل دكاتره، فبالتالي ممكن تبسط على واحد محتاج. فشكرا يا شباب، وباذن الله هنكمل شرح الماده ونتقابل في فيديوهات كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.